السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الحلقة 17 من برنامج آن الأوان لفهم القرآن، وحلقتنا بعنوان نفهم ونختم، ومعادنا النهاردة مع الجزء 17. الجزء 17 عبارة عن سورتين، سورة الأنبياء وسورة الحج. طيب موضوعات الجزء ده إيه؟ بتبدأ موضوعات الجزء ده، ابتدأت سورة الأنبياء بالحديث عن غفلة الناس عن الحساب يوم القيامة، ثم تحدثت عن قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما نزل عليهم من الكتب وما في ذلك من العبر، ثم عالجت السورة موضوعات الرسالة والوحدانية والبعث والجزاء، وتكلمت عن الساعة وشدائدها والقيامة وأهوالها. وسورة الحج تتناول جوانب التشريع كما تناولت قضايا الإيمان والتوحيد والإنذار والتخويف وموضوع البعث والجزاء ومشاهد القيامة وأهوالها. سورة الأنبياء افتتاحها بيهز الوجدان، بيهز القلوب، زي سورة الحج بالظبط كده. هتشوف افتتاح السورة هنا وافتتاح السورة هنا. افتتاح سورة الأنبياء: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ده حال الناس، حال الناس الغفلة، إلا لو جات لهم حاجة تفكرهم بربنا وترجعهم على طول للسبيل وللصراط المستقيم. فهنا ربنا بيقول: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. يبقى حالهم، حال الأبدان وحالهم الناس عامة لعب، وحال القلوب لاهية قلوبهم. طيب فدي البداية، ان انت خليك كمسلم افتكر ان دايما ما تسهاش عن الحاجات دي، ما تسهاش وما تغفلش عن الحساب، لان احنا عارفين ان كده كده في بعث وفي جزاء وفي حساب عند رب العالمين يوم القيامة. سورة الأنبياء من السور المكية. السور المكية بتعالج موضوعات العقيدة، هتلاقي دايما بتعالج الألوهية، الوحدانية، الرسالة، والإيمان باليوم الآخر. بتناقش القضايا دي، بتعنى بيها وبتهتم بيها. فعشان كده بدأ البداية القوية دي: اقترب للناس حسابهم. وسبحان الله الغفلة دي بتبقى ليها أسباب كتيرة جدا. احنا عامة بيبقى عندنا حاجة اسمها ألف معصية، وحاجة تانية اسمها ألف النعم. ألف النعم من كتر ما انت متعود على نعم معينة خلاص. ايه يعني؟ العادي ان انا بروح الشغل واجي واتعامل واسلم على فلان واعمل كذا. دلوقتي والله لا، اصل يا جماعه في كورونا فاحنا غصب عننا، والله اقعد في بيتك ما تنزلش غير للضروره، مفيش يا جماعه سلام، مفيش اختلاط، خلي في مسافه بينك وبين اللي قدامك او بين اللي معاك في المكان. فسبحان الله، طب كل ده كان عادي جدا، كنا بنخرج وبنروح كل مكان. لكن في وباء حل خلى فيه الوضع ده، خلانا نحس بالنعمه بتاعت ان انت عايش حياه طبيعيه. سبحان الله العظيم. فاحنا بقى عندنا حاجه اسمها ألف النعم، اتعودت على كده. نفس الكلام ألف المعصيه، ان كان في حاجه معينه بالنسبه لك هي ذنب كبير جدا وكانه جبل على قلبك، لو حصل منك تحس ان الدنيا قامت وما عادتش، وترجع بعد كده تلاقي نفسك والله لا، اصل الذنب ده انت عملته اول مره وندمت، تاني مره، تالت مره، فحصل ألف المعصيه. فبقى الذنب او المعصيه انت متعود عليهم، فبقيت في غفله، بتسهو بقى، بقيت متعود على الحاجات دي كلها. فالاصل ان اللي بيذكرك دايما هو القرآن. ربنا بيذكرك وبيقول لك كده: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، فلا تكن في غفلة ولا تعرض عن ذكر رب العالمين. دي اول حاجة. الحاجة التانية، هتلاقي ربنا بيوصف حال الكافرين. هم دايما على فكرة ربنا قال عنهم: فهم في امر مريج، في سورة قاف. امر مريج يعني امر مختلط، هم بالنسبة لهم الدنيا فيها اختلاط. هتلاقيهم يقولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم: هل هذا إلا بشر مثلكم؟ ويرجعوا تاني يقول لك: بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر. فيقعدوا يترددوا كده، تردد أقوال، أي كلام بيقولوه خلاص. تمام؟ ليه؟ لأنه هو بسبب الكفر والعناد مش عاوزين يصدقوا الحق. وسبحان الله ربنا يبين بعد كده إن في عبرة للأمم المكذبة. فربنا يقول: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. يعني خدوا عظة وعبرة بالقرى اللي ربنا أهلكها بسبب ظلمهم، بسبب كفرهم بالأنبياء والرسل. ويتنقل بعد كده في سورة الأنبياء بقى لقوة الحق. آية جميلة جدا، ربنا بيقول: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بل نقذف، الحق كالقذيفة، الحق له قوة ذاتية، عامل زي القذيفة فعلا. فربنا بيشبه كده، بيقول: بل نقذف بالحق على ايه؟ على الباطل فيدمغه. من احسن التشبيهات اللي سمعتها في تفسير الآية دي او في كلمة فيدمغه، اللي هي يعني بلغتنا احنا كده يفلق دماغه نصين. فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. دي كانت بداية سورة الأنبياء.
وبعد كده هتلاقي في انتقال لدلائل بقى التوحيد، دلائل قدرة رب العالمين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. آيات ربنا في الكون كتيرة جدا، انت مش شايف ده، مش شايف السماء، مش شايف الأرض، مش شايف الجبال. فكل الآيات دي والدلائل دي الطبيعي اللي يتعامل معها بإنصاف يوحد ويؤمن برب العالمين. ربنا قال كده وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فده الطبيعي ان ده يحصل، انما لو انت فضلت تكذب فحالك هيكون حال المكذبين. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. يبقى ده هيكون الحال. وينتقل بعد كده بقى في قصص الأنبياء، وهتلاقي قصص الأنبياء جاء فيها ذكر الأنبياء كتير جدا. هتبدأ بسيدنا موسى وهارون، وبعد كده ينتقل لسيدنا إبراهيم، ويجي ذكر كده في النص لسيدنا لوط مع سيدنا إبراهيم، وبعد كده يعقوب وإسحاق، وبعد كده سيدنا لوط، وبعد كده سيدنا نوح، وبعد كده هتلاقيه جايب وداود وسليمان، وبعد كده سيدنا أيوب، وينتقل لذكر سيدنا إسماعيل وإدريس وذا الكفل. وهنلاقي بعد كده في نقل على ذكر ذي النون اللي هو سيدنا يونس عليه السلام، وبعد كده ذكر سيدنا زكريا وسيدنا يحيى عليهما السلام، وهنلاقي بعد كده ذكر السيدة مريم عليها السلام، والثناء ومدح رب العالمين طبعا عليها. لكن خلينا هقف وقفة مع الآية اللي بتقول وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربنا قال فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. طلب الولد ووهبنا له يحيى، الولد هبة من رب العالمين. عاوز دور كده وفتش في القرآن عن كلمة هبة أو يهب، هتلاقيها كتيرة جدا جاية مع الولد. هي جت مع حاجات كتيرة جدا، لكن سيدنا إبراهيم لما دعا قال رب هب لي من الصالحين، مش أي ولد، لا يكون ولد صالح، رب هب لي من الصالحين. ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وهنا ووهبنا له يحيى، فالولد عامة هبة من رب العالمين. لكن لو لا قدر الله منع الولد فده بقى خير يعلمه رب العالمين. تعرفين في قصة سيدنا موسى مع الخضر لما قتل الغلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال طبع كافرا ويموت كافرا. ده كان فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. يبقى لو اتمنعت الهبة دي والعطاء ده من رب العالمين، اعرف ان هي الحكمة انت ما تعرفهاش، لكن ده رحمة من ربنا. فالولد ده لما طبع كافرا ويموت كافرا قتلوا الخضر عليه السلام، فعشان كده الولد ده دايما هبة يهب لمن يشاء. فهتلاقي كلمة يهب جت في مواضع كتيرة جدا، منها طلب الولد رب هب لي من الصالحين ووهبنا له يحيى، وتيجي برضو ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، وفي رب هب لي حكما. وهتلاقي كمان قال رب اغفر لي، طلب المغفرة أول حاجة سيدنا سليمان، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. يبقى قدم سؤال الآخرة طلب المغفرة، وبعد كده وهب لي ملكا. فهتلاقيها جاية مع الملك، هتلاقيها جاية مع الذرية والأولاد، وهتلاقيها وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. لكن يهب لمن يشاء هو رب العالمين. محدش بقى يروح يقول لك هروح لفلان أقول له فلان اديني عيل، نفسي في عيل. نفسك في عيل مين؟ رب العالمين هو الرزاق، هو الذي يرزقك الولد، وهو الذي يهبك الولد سبحانه وتعالى. دي كده كانت وقفات مع سورة الأنبياء. ننتقل بعد كده بقى لسورة الحج. وسورة الحج بعض العلماء بيقولوا عنها إن هي من أعاجيب السور. ليه أعاجيب السور؟ أول حاجة اسمها، السورة الوحيدة اللي جت باسم ركن من أركان الإسلام هي سورة الحج. وإن كان سورة الفاتحة بتسمى سورة الصلاة، عشان الحديث فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة لما بيقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قلت حمدني عبدي. يبقى قسمت الصلاة اللي هي الفاتحة، فعشان كده تسمى سورة الصلاة. لكن السورة الوحيدة اللي هي صراحة كده في كتاب رب العالمين باسم ركن من أركان الإسلام هي أول حاجة هي سورة الحج. الحاجة التانية وجود سجدتين فيها، سجدة في أول السورة في الآية 18 وسجدة في آخر السورة في الآية 77، وهقف مع السجدتين دول بعد كده. تمام؟ والحاجة التالتة كثرة أقسام الناس فيها، حتى إن اتألف كتاب أقسام الناس في سورة الحج، ده هتلاقيه مميز بسورة الحج. الحاجة الرابعة إن هي كلها مكية ما عدا 4 آيات
او 3 ايات او ايتين، وان هو يجتمع فيها مكي ومدني، دي من الحاجات اللي بتميز سورة الحج. وطبعا المكي والمدني مش معناه المكان، مش القرآن اللي نزل في مكة اسمه مكي واللي نزل في المدينة اسمه المدني. طب واللي نزل في الطائف هنسميه ايه؟ لكن مكي ومدني، مكي ما نزل قبل الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مدني ما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فسورة الحج بتجمع بقى، هي كلها مكية ما عدا 4 آيات أو 3 آيات أو آيتين. تمام؟ الحاجة الأخيرة إن هي فيها آية جامعة لكل خير، اللي هي الآية 77 اللي هي فيها السجدة اللي هنتكلم عنها، وهي يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. زي ما في سورة الأنعام في آية جامعة للمنهيات، وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. يبقى دي جامعة للمنهيات، واللي في سورة الحج جامعة لخصال الخير. نقف بقى مع الآيتين اللي هم فيهم سجود تلاوة، اللي هي الآية 18. والآية 18 دي بعض الناس في حفظها بيتلخبط شوية، واللي هي بتقول ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. الآية دي عشان تحفظها بالعقل كده، احنا عارفين دايما ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، يبقى في السماوات والأرض. طب نرجع تاني للسماوات، هتلاقي بقى ايه؟ والشمس أكبر حاجة، وبعد كده والقمر أقل منها، والنجوم، وإن كان القمر ولا هو كوكب ولا هو نجم، لكن خلينا نمشي بالترتيب ده اللي هو اللي احنا عارفينه. طبعا الشمس، حجم الشمس مليون مرة من حجم الأرض، تمام؟ والمسافة بين الأرض والشمس 150 مليون كيلومتر، وعشان توصل لقطر الشمس محتاج تجمع 109 كرة أرضية، تمام؟ فمعروف خلاص كده، يبقى الشمس أكبر حاجة، بعد كده تيجي القمر ويجي النجوم، يبقى ده الترتيب. طب تنزل بقى على الأرض، ما احنا بقى في السماوات، تنزل على الأرض هتلاقي بقى والجبال. طب وبعد الجبال الشجر، وبعد كده الدواب. يبقى برضو أنا برتبها في دماغي كده، كل واحد بيحب يحفظ بطريقته. وبعد كده بقى ايه؟ وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، وربنا بيختم يقول ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء. دي كانت واقفه. طيب احنا في سجود التلاوه بنقول ايه؟ هل في ذكر معين او في دعاء معين؟ الاصل ان سجود التلاوه عامل زي السجود اللي في الصلاه، سواء بسواء. بتقول سبحان ربي الاعلى 3 مرات، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى. لكن ورد حاجات تانية في سجود التلاوه، هي ايه؟ هقولها لكم دلوقتي، وهسيب لكم الفايل ده برضو موجود في التعليقات اللي يحب برضو يستفيد منه ويحفظ الدعاء اللي يستحب ان احنا نقوله في سجود التلاوه مع سبحان ربي الاعلى. يبقى في سجود التلاوه اهم حاجه ان احنا نقول سبحان ربي الاعلى 3 مرات، وبعد كده بنقول ادعيه تانية منها اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله احسن الخالقين. وممكن برضو تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وامح عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. يبقى هو ده اللي يتقال في سجود التلاوة. طيب سورة الحج البداية بتاعتها بتبقى بداية برضو مزلزلة قوية جدا، زي ما قلنا البداية في سورة الأنبياء. هتلاقي هنا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. طب البداية دي إيه مناسبتها مع اسم السورة؟ ده تذكير باليوم الآخر. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، تذكير باليوم الآخر. ليه بالآخرة؟ لأن بيبقى في الحج اجتماع للناس على هيئة واحدة. نفس الكلام برضه هيكون يوم القيامة، اجتماع للناس حفاة عراة غرلا، يكون ده اجتماع الناس يوم القيامة. فانت بتفتكر في الحج ان هو الوقفة دي كده هيكون برضو في زيها في اليوم الاخر، فربنا بيأمرك ان انت بالتقوى يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم. تمام؟ دي كانت البداية. وبعد كده بقى بينتقل لدلائل البعث، لان برضو احنا قلنا قبل كده اتكلمت عن موضوع البعث في اليوم الآخر لما كنت بتكلم في سورة البقرة، وقلت ان دي من اهم الموضوعات اللي كانت بتناقشها موضوع الايمان باليوم الآخر والايمان بالغيب والايمان بالبعث، ان الله عز وجل يبعث عباده يوم القيامة. كان في حلقة برضو اتكلمت عنها ان الانسان يركب من عجب الذنب،
واللي هو اكتشفه في علم الأجنة إن عشب الذنب ده حاجة اسمها primitive streak اللي هو الشريط الأولي، وشرحتها بالتفصيل في أحد الحلقات برضه، هسيب اللينك بتاعها موجود النهاردة. وبعد الانتقال من دلائل البعث هيبدأ يتكلم عن أهل الكفر وأهل الإيمان في هذان خصمان، الآية بتاعتها، وبعد كده بيجي الكلام عن الحج. لكن خلينا نقف هنا مع الآية رقم 15، وهي اللي ربنا بيقول فيها: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. يعني إيه الآية دي؟ يعني من كان يظن أن لن ينصره، الهاء هنا عايدة على مين؟ على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى من كان يظن أن الله عز وجل لن ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم وكتابه ودينه، فربنا قال له إيه بقى؟ فليمدد بسبب إلى السماء. سبب اللي هو الحبل، يمد حبل كده إلى السماء. دي بقى بتحتمل معنيين: يا إما السماء دي اللي هي السماء المعروفة بالنسبة لنا احنا، اللي هي سماء الدنيا اللي بينزل منها النصر للنبي صلى الله عليه وسلم، يمد كده حبل ويوصل لغاية السماء ويقطع بقى نزول أسباب النصر للنبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة تانية إن هو يمدد بسبب بحبل للسماء، لسماء بيته، في بيته كده يمد حبل ويخنق نفسه ثم ليقطع. ولو هو مد بقى للسماء اللي هي السماء الدنيا، يعني لو هو يعرف يعمل كده يقطع أسباب النصر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو هو في البيت يقطع بقى بعد ما يكون خنق نفسه، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. هل كل اللي انت بتعمله عشان تحارب دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، دين الإسلام، ده بيطفئ غيظك؟ لا طبعا. سبحان الله، دين الله عز وجل، الله عز وجل هو ناصره، دين الله منصور من قبل رب العالمين. فعشان كده الآية دي جاية فيها رد وفيها بشرى طبعا للمسلمين ان النصر ليهم، وإن ابتلوا فنذكرهم بس ان هي وتلك الأيام نداولها بين الناس، لكن النصر والعاقبة للمؤمنين. فده كان معنى الآية اللي هي الآية ال15. طيب، في جت بقى آية تانية فيها وبشر المخبتين. يعني كلمة الإخبات أو كده هي جت في القرآن 4 مرات حسب ما أنا أعرف يعني، أو أنا أفتكر. جت في سورة هود، في سورة الإسراء بس جت مع النار: كلما خبت زدناهم سعيرا. وجت مرتين في سورة الحج. هتلاقي الإخبات جاء في سورة هود: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وجاء ذكرها مرتين في سورة الحج، وجاء ذكرها في سورة الإسراء قبل سورة الحج. قال الله عز وجل: ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وبعد كده في موضعين في سورة الحج، الموضع اللي احنا بنتكلم عنه اللي هي وبشر المخبتين: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. طب يعني ايه اللي جت في سورة الإسراء كلما خبت زدناهم سعيرا، اللي هي جايه على جهنم؟ كلما خبت يعني كلما سكن لهيبها زدناهم سعيرا. دي أول حاجة بتاعت سورة الإسراء. طب إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم. والتانية: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الإخبات عامة هي جاية فيها من نزول، ده في اللغة العرب. يعني خبت الأرض إذا انخفضت الأرض إيه؟ واتسعت، يبقى جاي من الانخفاض والنزول. عشان كده كلما خبت زدناهم سعيرا، كل ما يهدى اللهيب بتاع النار الله عز وجل يقول زدناهم سعيرا، كعذاب لأهل جهنم أعاذنا الله وإياكم. فالإخبات بيقول لك هو تقوى الله عز وجل مع التواضع للعباد. فعشان كده هتلاقي ان المخبت هو الخاضع لربه، المستسلم لأمره، المتواضع لعباده. يبقى لما تلاقي الصفات دي اعرف ان ده كده مخبت. وبشر المخبتين. وافتكر دايما بقى الوصف بتاعهم اللي هم ال4 أوصاف: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يبقى بس عشان لما تقرأ كده بشر المخبتين تعرف يعني ايه إخبات ويعني ايه مخبت، وايه هي صفاتهم اللي ما جت في القرآن، وايه المواضع اللي جت فيها قبل كده. هيتفضل آية واحدة خلينا نتكلم عنها إن شاء الله بكرة، وهي: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم.
يعني ايه بقى الآية دي؟ إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. طيب لو عاوز تعرف تابعني إن شاء الله في حلقة بكرة. ما تنساش تعمل لايك وشير، ودعمكم طبعا لقناة اليوتيوب، وتعليقاتكم، ولو في أي حاجة في الجزء 17 محتاجين نعرف معناها أتمنى إن حضراتكم تكتبوها في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.